على قنوات الأون تايم سبورت، وأفجر مفاجأة من العيار الثقيل، واستعداد النادي الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري. ومارسيل كولر يطمن كل الجماهير الأهلوية: احنا على أكمل استعداد لمباراة الترجي التونسي الأهم في هذا الموسم. وعقوبة حكم نادي أو عقوبة حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي محمود البنا. السلام عليكم متابعينا الكرام وأهلا بكم. أتمنى في البداية تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد وحصري، وتصلي على النبي وتقول عليه الصلاة والسلام. حلقة اليوم حلقة نارية ومن العيار الثقيل. خرج الإعلامي الكبير أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت في برنامجه وقال: محمد الشيبي اللي بيعمله في نفسه هيرجع عليه. محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز اللي بيعمله في نفسه صدقوني هيرجع يندم ويبكي بدل الدموع دم، لأن الأهلي اللي عند الآن لسه ما تحركش إلى الفيفا، لأن الأهلي اللي عند الآن لسه ما اتخذش القرار اللي هينهي على حياته الكروية بالنسبة للشيبي. والشيبي بيسمع كلام مسؤولين بيراميدز وبيجري وراهم، ودلوقتي هو مفكر نفسه فايز ومفكر نفسه هو اللي مسيطر، ولكن الأمور لسه لعندي دلوقتي مش محسومة، وإن الأهلي مش عايز يتخذ القرار ده علشان مش عايز يأذي الشيبي أذية كبيرة. النادي الأهلي والاتحاد السكندري اليوم الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، مباراة في الدوري المصري، مباراة قوية. وكمان إصابة اللاعب عمرو السولية، اللاعب المتألق والمبدع واللي رجع لأدائه القوي، إصابة كده خفيفة هيغيب من 10 ل15 يوم. أتمنى له كل التوفيق إن شاء الله. ومارسيل كولر يبعت رسالة لكل لاعبي الأهلي: عايزين نكون أقوياء أمام الترجي مباراة الموسم علشان نفرح كل الجماهير الأهلوية بالفوز بدوري أبطال أفريقيا. نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.